السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من قناتي وقناتكم لو بطلنا نسأل. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يا ترى هتعمل إيه في الأجازة دي؟ بصراحة والحقيقة أنا السؤال ده الطبيعي إنه يتسأل، يا ترى هتعمل إيه فيك الأجازة دي؟ لأن اللي بتعمله في الأجازة مجرد حاجات بتتعمل كل أجازة، وللأسف بتطلع من الأجازة ما عملتش أي حاجة، ما استفدتش بأي حاجة. علشان كده حبيت إن أنا أسأل السؤال بالعكس، يا ترى هتعمل فيك إيه الأجازة ديت؟ علشان نحاول بقدر الإمكان الحاجات اللي إحنا بنعملها كل سنة يا ريت نحاول نجهز نفسنا للأجازة. بمعنى، هل أنا في استطاعتي إن أنا أدي عقلي فرصة إنه يفكر إيه الحاجات اللي ممكن أعملها في الأجازة، وبعد ما أخلص الأجازة أكون جاهز إن أنا أرد على سؤالي يا ترى عملت إيه فيا الأجازة؟ أقدر أدي فرصة لنفسي إن أنا أقعد مع نفسي وأفكر وأقول يا ترى إيه اللي ممكن أعمله في الأجازة ديت وتكون مختلفة عن اللي عملتها في الأجازة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت، ويا ترى إيه اللي ممكن أعمله في الأجازة ديت وتخلي الأجازة ديت مختلفة تماما، وتخلي الأجازة اللي جاية مختلفة تماما عن أي أجازة أنا قضيتها قبل كده. أحب أقول لك لو حابب تعرف إيه اللي ممكن تعمله علشان تغير من طعم الأجازة بتاعتك وتستفيد بيها وتخلي الأجازة ليها طعم كبير بالنسبة لك وتخليها نقطة فارقة لتحول غير عادي في حياتك، أحب أقول لك إنك إن شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة اسمها تحولات الأجازات. يا ريت تكمل معايا الفيديو اللي جاي عشان تعرف إيه هي التحولات اللي ممكن تتم في الأجازة ديت واللي تبدأ بيها تغير حياتك. أشوفكم بإذن الله الفيديو اللي جاي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.